شفت اندريك من مباراة واحدة بس غطى على مبابي. حالة غريبة في ريال مدريد انا مش فاهمها. هو انا لوحدي؟ ده كل الناس مش فاهماها. لما يكون عندك مبابي وفينيسيوس ورودريجو ومش عارف تسجل هدف، ده اسمه كلام برضه. ثلاثي هجومي مرعب يعني. ده انت مش تكسب مباراة، ده انت تحتل اوروبا يا راجل. امال في ايه بس؟ مفيش تركيز، مفيش حلول، عقم هجومي او عدم استغلال الفرص واضح من الثلاثي. فينك بس يا كروس؟ بكرة واحدة من وش رجله كان بيودي فينيسيوس هو والجون. عارف الفريق اللي مش عارف يوصل للجون؟ ده اللي انا اقصده بالظبط، بعيدا طبعا عن انهم نجوم كبار وهيرجعوا فورمتهم في الماتشات اللي جايه كده كده. بس انا بتكلم على ظروف مباراه. يعني ممكن المباراه اللي جايه تلاقيني طلعت لك بقول لك امبابي سجل هاتريك عادي، واتفرج يا اخي على المغربي الجميل ابراهيم دياز من اول كوره ومن اول لمسه هوب حط جون. وده ليه؟ علشان مركز، نازل مركز. ولا الواد اندريك يا جدعان، انا مش عارف اوصفه لك ازاي، بس عارف انت اللاعب العفيجي هو ده بالظبط. قدامه اتنين مدافعين على خط ال 18 عادي يا باشا، لمهم وحط الكره في الجون. بيفكرني بنفسه والله قبل الرباط الصليبي. فانت يا ابو الكباتن يا ريت تقيم لي اداء امبابي، ياخد